السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا 10 كلمات من القرآن الكريم، أغلبنا بيقولوهم خطأ، فالنهاردة هنصححهم معانا مع شيخنا. ممكن؟ إن شاء الله 10 كلمات من القرآن الكريم أغلبنا بيفهم الكلمات دي بطريقة غير صحيحة، فهنعرفهم مع بعض. يلا يا تالي. قال هي عصاي. ماشي. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ودي في سورة طه. سيدنا موسى عليه السلام بيقول إيه؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. كتير من الناس يا تالية بيفهم معنى وأهش بها على غنمي يعني إيه؟ اللي هو عارفة اللي هو لما حد بيهش حاجة غنم أو طيور أو أي حاجة. لا، كتير مننا بيفهم كده وأهش بها مش معناها كده. طيب المعنى الصحيح إيه؟ المعنى الصحيح وأهش بها على غنمي إن سيدنا موسى عليه السلام كان بيضرب بالعصا دي الشجر، فينزل الورق من الشجر عشان الأغنام تاكل إيه؟ الشجر. تاكل من الشجر ده. فالعصا كان سيدنا موسى يضرب الشجر بيها عشان الورق ينزل، فبالتالي ده معنى وأهش بها على غنمي. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. سيدنا موسى عليه السلام بيقول له إيه؟ بيقول لهم يذبحون أبناءكم، يعني فرعون كان بيعمل إيه؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. أغلب الناس يا تالية بتفهم كلمة يستحيون من الحياء. من إيه؟ من الحياء، وليس هذا هو المعنى. يذبحون أبناءكم يعني بيقتلوا أبنائهم، ويستحيون نساءكم يعني بيتركوا نسائهم، ما بيقتلوهمش، بيقتلوا الأولاد وبيسيبوا إيه؟ البنات. ويسيبوا النساء. يبقى كده المعنى اتفهم صح، لأنه أغلب الناس بيفهم يستحيون من الحياء، وده مش معنى صحيح أبدا. تمام؟ يلا الآية اللي بعديها. ولقد صدق الله وعده. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب المؤمنين بعد غزوة أحد، بيقول لهم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. كتير من الناس يا تالية بيفهم معنى كلمة تحسونهم من الإحساس، هل المؤمنين هيلمسوهم أو يحسوهم؟ ولكن المعنى المراد يا تالية، المعنى المراد القتل. إذ تحسونهم يعني تقتلونهم. إذ إيه؟ تقتلونهم. وده كان في غزوة أحد. كان فين؟ في غزوة أحد لما ربنا وعدهم بالنصر، ولكن هم لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية المعركة كان الغلبة للمسلمين وكانوا بيقتلوهم بالفعل، ولكن لما خالفوا الأوامر انهزم المسلمون. الآية اللي بعديها. الجوار المنشآت في البحر. وله الجوار في سورة الرحمن ربنا بيقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. كتير من الناس يا تالية بيفهم كلمة الأعلام اللي هي الرايات، اللي هي إيه؟ الرايات. أنت عارفة العلم؟ يعني زي علم مصر، زي علم أي دولة. لا، ليس هذا هو المعنى المراد. ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا في سورة الرحمن مدى قدرة الله عز وجل وعظمة الله عز وجل، فبيقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. كالأعلام يعني إيه؟ يعني السفن اللي بتجري في البحر يا تالية زيها وانتوا بتشوفيها كده كالجبال. كإيه؟ كالجبال. لكن كتير مننا بيفهم كلمة كالأعلام زي كالإيه؟ كالرايات، يعني العلم، يعني زي علم مصر، زي علم أي علم من أي أعلام البلاد. يعني اللي بعدها. وثمود الذي جابوا الصخر بالواد. ربنا بيقول وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. كتير من الناس بيفهم يا تالية كلمة جابوا بمعنى إيه؟ يعني جابوها. عملوا إيه؟ جابوها. ولكن ليس هذا هو المعنى المراد. جابوا الصخر بالواد يعني إيه؟ يعني نحتوا الصخر. عملوا إيه؟ نحتوا الصخر وكسروا الصخر. الآية اللي بعديها. تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المراد بالقوم دول مين؟ قوم عاد. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع مش المراد بيها اللي هي ايه؟ اللي هي المصانع اللي هي بتصنع اي حاجة، زي مصنع مثلا الثلاجات، زي مصنع الغسالات، زي مصنع اي حاجة. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون يعني هم قوم عاد كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيشيدوا البيوت بتاعتهم وبيعلوا البيوت بتاعتهم. كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيشيدوا البيوت. بيعلوا البيوت بتاعتهم ظنا منهم انهم كل ما يعلوا البيوت بتاعتهم
انهم كده هيخلدوا على الارض فمش هيموتوا. وفي حد مش هيموت يا تاليا؟ لا. لا مفيش، كلنا ايه؟ هنموت. كل من عليها ايه؟ فان. كل من عليها فان، يعني كلنا نموت. فهم كانوا بيعملوا كده. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فكتير مننا او اغلب الناس بيفهم كلمه مصانع اللي هي المصانع المتعارف عليها اللي الناس عارفاها، اللي هو ايه؟ زي اي مصنع بيصنع حاجه. الآية اللي بعديها فمثله كمثل ايه؟ فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث. ربنا بيقول فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. كتير من الناس او اغلب الناس بيعتقد او بيظن ان كلمه ان تحمل عليه يلهث يعني ايه؟ انك انت تشيلي الكلب يعني اي حاجه، او تحطي فوق الكلب اي حاجه. وده مش المعنى الصحيح. المعنى الصحيح ان تحمل عليه يلهث يعني انك تضربه او انك تمشيه من المكان اللي هو موجود عندك، يعني تضربيه او كده. فليس معنى تحمل عليه يلهث بمعنى ان احنا نحط حاجه ايه على الكلب. الايه اللي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قال هي لا دي احنا قلناها. واذنت لربها وحقت. في سوره الانشقاق ربنا بيقول اذا السماء انشقت واذنت لربها ايه؟ وحقت. كتير من الناس ممكن يفهم كلمة وأذنت لربها وحقت إن السماء أذنت لربنا سبحانه وتعالى بمعنى الإذن. هل ده ينفع؟ لا. حشاه الله عز وجل أن السماء هي التي تأذن له. طب المعنى الصحيح إيه؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت يعني السماء انقادت وخضعت لله عز وجل، أطاعت ربنا سبحانه وإيه؟ سبحانه وتعالى. تمام. الآية اللي بعديها فلهم أجر غير إيه؟ آخر حاجة فلهم. في سورة التين ربنا بيقول إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إيه؟ فلهم أجر غير ممنون. كتير مننا ممكن يفهم كلمة غير ممنون يعني ربنا سبحانه وتعالى بيديلهم الأجر ده والثواب ده مش منا من الله عز وجل، مش منا من الله عز وجل، ولكن أي حاجة وأي فضل وأي نعمة هي منا من مين؟ من الله عز وجل. طب غير ممنون يعني إيه بقى؟ يعني غير مقطوع. يعني إيه؟ غير مقطوع يعني اللي بيعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنوع. يعني أجرهم ما بيخلص. أجرهم إيه؟ أجرهم ما بيتقطعش. أجرهم إيه؟ ما بيتقطعش. كده إحنا نكون فهمنا 10 كلمات اللي إحنا جبناهم اللي كتير مننا إيه؟ ممكن يفهمهم غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.